النهارده 15/5، اليوم اللي لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم هتعلن فيه ايه هي القرارات بتاعة مباراة الاهلي والزمالك اللي الاهلي ما راحش فيه المباراة. ورابطة الاندية قالت ان هيتخصم من الاهلي 3 نقاط في القرار الاولاني، وهيتخصم 3 نقاط اخر الموسم، وبعد التظلم الاهلي هيتخصم بس 3 نقاط، وده القرار التاني بتاع رابطة الاندية. بناء عليه نادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز قدموا شكاوي للجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم، والنهارده اخر موعد. فقبل القرار عايزين نشوف ايه اللي هيحصل. يلا بينا. دي لائحة الدوري المصري لسنة 2024-2025 مادة 17 المسؤولة عن تعريف والغرامات اللي هتحصل في حالة الانسحاب. اللي يخصنا في المادة ديت من أول رقم 4، ودي الحالة اللي اتطبقت على النادي الأهلي إن هو ما حضرش المباراة والحكم قعد 15 دقيقة وصفر، والحكم حسب نتيجة المباراة 3-0، وما عرفش في المادة ديت اللي الفريق المنسحب ما عرفوش خالص، يعني النادي الأهلي ما انسحبش طبقا لهذه المادة. المادة اللي بعد كده 5/17 وال6/17 دي لها علاقة بالإداريات اللي في المباراة. أما المادة 7/17 هنا بقى عرفت الفريق المنسحب، وقال لك إن الفريق المنسحب هو الفريق اللي كان بيلعب وخرج لسبب ما احتجاجا يعني، ومرضاش يرجع المباراة والحكم قعد 15 دقيقة في صفر، فهنا يعتبر الفريق منسحبا طبقا للائحة اللي قدامكم. المادة بقى 8/17 هنا بيقول لك لو الفريق انسحب بنعمل فيه ايه بقى. قال لك بنخصم منه 3 نقاط اللي هي بتاعة المباراة، وبنخصم منه 3 نقاط آخر الدوري، وبنوقع عليه الغرامات المالية المفروض إن هي بتاعة الرعاة والإعلانات والحاجات اللي زي ديت. بناء على تعريف الفريق المنسحب في المادة 7/17، مش مادة 4/17، لأن في مادة 4/17 ما عرفش الفريق المنسحب، فبالتالي النادي الأهلي مش فريق منسحب. وده سبب اللي خلى رابطة الأندية تغير قرارها الأولاني بخصم 3 نقاط دلوقتي وخصم 3 نقاط آخر الدوري، وخلاها 3 نقاط واحدة بس، لأن ده السبب الرئيسي طبقا للائحة. دي وجهة نظر يا جماعة بناء على الحاجات اللي قريناها. أي حد ليه عينين وأي حد ليه مخ هيقرأ هيفهم إن مادة 4 حاجة ومادة 7 مكملة، أو مادة 8 مكملة لمادة 7. 7 بتعرف الانسحاب، 8 بتقولك عقوبة الانسحاب. فتوقعي ان النادي الاهلي يتخصم منه ال3 نقاط بس بتوع مباراة الزمالك، وان شاء الله نفوز بالدوري. السلام عليكم.